فكرة بتجيلي ولا أنا بروح لها؟ امتى نعرف ان احنا ماشيين صح؟ في ناس كتير لما بتيجي تفكر تعمل ستارت اب، او خليني بلاش اقول ستارت اب، لما بتيجي تعمل بزنس تحب تبدا كبيره قوي. شايف الموضوع ده ازاي؟ هل ده دايما غلط؟ دايما هم الناس شايفه ان الفكره هي كل حاجه، هي الفكره مش كل حاجه. هو انا امتى اعرف ان انا محتاجه اروح لمسرعات اعمال مش حاضنات اعمال او العكس؟ هو امتى الواحد وهو عنده ستارت اب يعرف ان هو ده توقيت ان هو يروح للكوربريت اصلا؟ ده يعني امتى بقى يبدا يشوف ان هو يروح للكوربريت؟ طب وامتى اعرف ان الفي سي دي اللي انا رحت لها كستارت اب دي مش هتفيدني وانا محتاجه اغير الاختيار ده؟ وده انا بقوله اهو بمنتهى الصراحه، هنا بقى ما فيش يمكن ما يمكنش. اللي هيبقى فاكر ان هو كل اللي محتاجه فند فقط هيفشل جدا. ان يكون عندك فكرة حلوة وتنفذها على ارض الواقع وتبقى ستارت اب شايفه قدام عينك، اكيد ده احساس رائع. انك تحول الستارت اب ده الى كوربريت، اكيد ده احلى. انك تبقى عارف الامكانيات اللازمه والتوقيت المناسب وكمان القرار الصح اللي يحط الستارت اب على الطريق السليم، ده اللي هنعرفه النهارده في ستارت اب سينك. وانا معاكم ريم تامر، وضيفي النهارده المهندس احمد حماده، رئيس لجنه الاستثمار والعلاقات الخارجيه في مجلس الاعمال الافريقي التابع للاتحاد الافريقي. مهندس احمد، نورتنا في ستارت اب سينك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. يعني في الاول عايزه اسمع من حضرتك اكتر واعرف عنك، ليه اخترت المجال ده اصلا؟ ليه اخترت المجال؟ انا بدات كمهندس، يعني انا مهندس بالتعليم، فانا مهندس. بعد ما خلصت الهندسه واخترت الهندسه، ان الهندسه انا كان دايما عندي رغبه في حل المشاكل. يعني تشوفي كده مشكله واحب احلها، الانوفيشن والواحد يبقى بيبتكر. بعد ما خلصت خدت ماجستير في الهندسه وبدات ادخل بقى السيستمز الاكبر والسيستمز المعقده اكتر، واشتغلت وبدات احس ان الشكل الفني والتقني مهم، بس في الاخر احنا بنعمل كل ده عشان البيزنس اكيد، فمحتاج اتعلم بيزنس. فدرست MBA. بعد ما درست MBA فهمت البيزنس بيشتغل ازاي، وعجبني جدا واحنا واحنا بندرس الشق بتاع الاورجانيزيشن بيهيفير او الهيومن بيهيفير داخل سلوك الاشخاص داخل المنظمات، او داخل المؤسسات، سواء بقى المؤسسه دي ممكن تبقى شركه صغيره شركه كبيره وتبر. فحسيت ان هو طب ده كويس قوي، تعال نشوف السلوك البشري عامه. السلوك البشري ده ممكن يكون سواء الموظفين بتوع المؤسسه او حتى العملاء الكاستمرز بتوعهم. بس فحسيت ان الثلاثه دول مع بعض كده ده خدني في سكه. وبعد ما درست الكلام ده كله وانا بدرس، وطبعا كنت بشتغل وانا بدرس، اللي استهواني اكتر بقى الجزء بتاع الاستثمار. ازاي نستثمر في شركات، ايه الشركات اللي الواحد يستثمر فيها، الشركات بتكسب ازاي، بتنجح ازاي، امتى تشتري شركة، امتى يكون الوقت المناسب انك تبيع الشركة، امتى تبقى عايز تكبر الشركة، امتى بالعكس ما تتوسعش، امتى تتوسع. فده بقى الجزء يعني اللي خلاني بقى مهتم قوي يعني نقدر نقول من الهندسة لإدارة الأعمال لعلم النفس وعلاقته بالبزنس للاستثمار. مظبوط. دي رحلة فيها حب للعلم كتير، وكل ما حضرتك تدخل تجربة بتؤدي بيك انك تدخل لتجربة تانية. ازاي وصلت لكده؟ يعني مين اكتر حد اثر فيك خلاك تبقى حابب العلم بالشكل ده وعندك النهم ده شيء ملحوظ جدا. الله يخليك. هو الفكرة مش بس علم، هو اللي انا كمان حاسه، هو طبعا اكتر حد يعني اثر فيا هو والدي الله يرحمه. الله يرحمه. وكان الحاجة الأساسية إن هو برضه هو اللي زرع في الواحد فكرة إن هو لازم يتعلم كويس. بس غير إنك تتعلم كويس، كمان التعليم الممزوج بالهاندز اون اكسبيرينس. خلاص، فأنا حتى أنا عمري ما كنت بدرس وما بشتغلش، أنا كنت ببقى بشتغل وبعمل الماجستير، بشتغل وبعمل الماجستير التاني، بشتغل وباخد أي دراسات بعمل. فدايما الشغل، وأنا يعني دي الحاجة اللي أنا شفتها وحتى بنصح بيها دايما. يعني انا كنت بشوف ناس بتروح تدرس MBA اللي هي إدارة الأعمال، ولد او بنت لسه متخرجين ما بقالهمش سنة وبيدرس إدارة أعمال. فرق كبير جدا من هو يروح يدرس إدارة الأعمال بعد ما يكون عدى وشاف خبرة واشتغل في مؤسسات واشتغل في شركات وشاف المشاكل، وبعدين يروح يدرس عشان يبدأ يكون حتى عنده يعني شاف التشالنجز اللي ممكن إدارة الأعمال تفيده فيها. إنما لما حد بيدرس وهو ما عندوش الإكسبيرينس، طبعا الشق الأكاديمي مهم جدا وبيتعلم كويس، بس لما بيكون عندك سابقة
معرفه بالحاجه اللي انت شايفاها بتقريها في الكتاب مهم جدا. احنا بنقعد كتير ونيجي نتفرج وانت بتدرسي مثلا في اداره اعمال، يكلمك على الاورجانيزيشن ستراكشر ويكلمك على الاودي واورجانيزيشن ديفلوبمنت، هيكل المؤسسات والمنظمات. لو انت عمرك ما اشتغلتي في شركه قبل كده لسه متخرجه، وده بعد ما اتخرجتي رحتي تاخدي الماجستير، طب خلاص كويس، بس انت ما شفتيهاش، مش متخيلاها، مش متخيله بقى التشالنجز الحقيقيه اللي بتبقى فيها. الكلام النظري كلام كويس، الكلام الاكاديمي مهم، بس على ارض الواقع بتلاقي حاجات كتير، وبتضطري تعملي مقاربات كتيره علشان تقدري فعلا تنفذي الفكره اللي في دماغك، ما بتبقاش دايما ستريت فورورد. فده مهم يعني، ده اكيد الاثنين. بما انه حضرتك بقى عندك الجانبين، يعني عندك الجانب العلمي، درست طبعا بشكل كافي، وكمان عندك الخبره العمليه زي ما حضرتك قلت دايما كنت بتشتغل وبتدرس في نفس الوقت. في المرحله اللي حضرتك فيها وبعد الخبره دي، في ناس كتير لما بتيجي تفكر تعمل ستارت اب، او خليني بلاش اقول ستارت اب، لما بتيجي تعمل بيزنس بتحب تبدا كبيره قوي، بتحب تبدا بمرحله ممكن ما يكونوش جاهزين لها. شايف الموضوع ده ازاي؟ هل ده دايما غلط؟ عارفهم انا الناس دي الحقيقه عارفهم يعني. ليه؟ لان هو انا شفت ناس، ما هو يعني السؤال هل صح وغلط ده بيعتمد طبعا على ظروف كتير، بس انا شفت كتير واحد اول شركه عايز يفتحها تكون شركه قابضه تحتيها مجموعه شركات، عشان هو عنده فكره وشايف ان الفكره دي ممكن تندرج عليها تحتيها كذا شركه، فهو عايز قرر ان هو يفتح شركه قابضه، وان دي تبقى البدايه انه يبدا ده هو دي اول حاجه بيعملها، هو بيفتح شركه قابضه، فبيقول لك انا هعمل كذا، وشركه تانية تساهم في كذا او تخدم عليا في كذا، وشركه تانية، وقرر ان هو يعمل هيكل بتاع شركه قابضه. مش صح، مش صح. اللي بيبدا خلاص، لو بيبدا لازم يبدا، لان في فرق كبير جدا من الفكره اللي في دماغ الواحد عن الوقت اللي بتطلع فيه الفاينل برودكت بتاعك. سواء البرودكت يعني هنا لما اقصد برودكت منتج ممكن كمان يكون حتى سيرفيس، لو انت بتقدم سيرفيس، بس ما بين الفكره اللي انت جت في دماغك لغايه ما تخرج المخرج النهائي، الفتره دي غالبا بتخليك الفكره بتتطور كتير قوي، والمخرج النهائي ده في جميع يعني في كثير من الاحيان ما بيبقاش شبه خالص الفكره اللي احنا بدأنا بيها، لان وهو دون المهم، هو ده الخبره، هو دون التعلم خلال الفتره. يعني ما فيش حاجه اسمها انا هروح افتح شركه وعندي فكره، والفكره دي خصوصا لو ستارت اب طبعا والستارت اب والفكره اللي جايه في دماغي دي اللي احنا قعدنا نفكر فيها هتبقى هي دي شكلها لما تخلص، عمرها ما يبقى يعني مش دايما الامور بتبقى زي ما احنا متخيلين. لا مش دايما ومش المفروض، لان احنا احنا كانت عندنا لسه فكره، وخصوصا في الستارت ابس. يعني انت خلي برضو بالك ان احنا لو انا النهارده بتكلم على واحد راح يفتح مطعم، واحد راح يفتح مستشفى، واحد راح يفتح مدرسه، لو هو خلاص كونفنشنال بيزنس والموضوع موجود اتعمل مليون مره قبل كده، خلاص ده وضع مختلف عن ان احنا نكون بنتكلم على ستارت اب واحد عنده فكره جديده عايز ينفذها، ولسه دي جديده الماركت مش متعلمها، فهو اللي بيجرب اول مره، فهيبدا يشوف كل الصعوبات ويحاول يحلها، ويحاول يعني يعمل لها ورك اراوندز لغايه ما يخرج بقى في الاخر برودكت. غالبا مش هتبقى هو خالص الفكره اللي بدأ فيها. يعني هنا ممكن حد يقول لحضرتك طب انا عارف انا هعمل ايه، او يعني انا بقول افكار موجوده. في ناس فعلا متخيله ان هي عارفه هتعمل ايه ودارسه الموضوع كويس، وانا عارف النو هاو بتاع الموضوع فانا جاهز. كويس. ايه الرد على ده؟ خلاص لو هو عارف الموضوع كويس وعارف الفكره كويس وعايز يبدا، ما هو كويس، ما فيش ما يمنع. هو الفكره، بصي الفكره دايما هم الناس شايفه ان الفكره هي كل حاجه، هي الفكره مش كل حاجه. الفكره مش كل حاجه، مش كل حاجه. لما يكون عندك ستارت اب، وخصوصا الستارت ابس الفكره جزء، الفريق اللي هيعمل الفكره ده جزء، التوقيت بتاع ان انت تطلع الفكره ده للماركت جزء، الفاندنج عشان يكون عندك فلوس والتمويل ده جزء. ففي حاجات كتير خلاص قبل ما تيجي تقول البيزنس موديل جزء. يعني خليني اقول لك على حاجه، انت مثلا نتفليكس لما جت تتحرك من
فكره ان هم كان عندهم DVDs بيعملوا لها رينتنج لغايه ان هو يعمل سبسكريبشن وبعدين بياخدوا اشتراك. فكانوا زمان بيأجروها، لما حبوا يغيروا بيزنس موديل غيروه وبداوا يعملوا اشتراك سبسكريبشن موديل. فده تغيير في البيزنس موديل. فهو غير البيزنس موديل اللي كان كونفنشنال اللي هو كان متعارف عليه في الوقت ده، ان هو عمل بيزنس موديل جديد. فتاني للموضوع لما جمي، واعتقد بيل جروس ده واحد من الناس المعروفين جدا اللي هو يمكن بدأ حوالي 200 ستارت اب. 200 ستارت اب هو عمل 200 ستارت اب. لما جه يفكر هو اللي عمل الدراسه دي، شاف ايه اللي نجح وايه اللي ما نجحش وايه اسباب النجاح، ما لقاش ان الفكره كانت اهم حاجه، لقى ان التوقيت اهم حاجه. التوقيت ان الفكره دي تنزل الماركت كانت اهم حاجه. وبعد التوقيت لقى ان الفريق اللي موجود تاني اهميه، ولقى ان الفكره تالت اهميه. خلاص، هل الكلام ده منطقي؟ انا شايفه انه كلام منطقي. يعني بالترتيب الاول التوقيت، وبعدين الفريق، وبعدين الفكره. خلاص. فده وجهه نظري، يعني هو دي مش يعني مش شرط، انما هو الراجل ده احنا بنتكلم في واحد عمل 200 ستارت اب ودرس القصه دي على 200 ستارت اب ولقى ان الكلام ده، وانا شايف ان الكلام منطقي مش غلط يعني. طب بما انه حضرتك يعني اتكلمت عن التوقيت وعن اهميته، طب انا ازاي اعرف التوقيت الصح اللي انا سواء اعمل فيه ستارت اب؟ يعني خلينا نبدا بان انا انفذ الستارت اب دي على ارض الواقع، وبعدين نتكلم عن ازاي نقدر ننقلها لمستوى تاني. طيب، هو الفكره ايه؟ الفكره ان اللي عايز يعمل ستارت اب يعني عنده فكره، مش كده؟ اكيد. وعنده فكره وهو شايف ان الفكره دي هو عايز ينفذها. وفي سؤال كبير دايما بيجي، هو انا اعمل الفكره ولا اخترع الفكره؟ يعني انا تيجي لي الفكره ولا انا اروح ادور على فكره اعملها عشان عايز نفسي ابقى انا عندي ستارت اب. برضو ما فيش اجابه صح وغلط، بس هو الاساس ايه؟ الاساس والافضل ان انت تكون عندك مشكله وعندك اكسبيرينس وشفت المشكله وحصل لك فرستريشن من المشكله دي، حصل لخبطه وشويه بالظبط، موضوع اثار تساؤلات يعني. بالظبط. وقررت ان انت بقى تروح توجد الحل. ده غير واحد قعد قرر ان هو يدور على فكره جديده ما حدش عملها في الدنيا عشان ينفذها. ايه المشكله ان الفورسد ايدياز دي، الافكار اللي هي بتبقى انا بدور على حاجه لمجرد انها تكون جديده، ممكن يكون الماركت مش عايزها، ممكن يكون الماركت مش محتاجها. وفي امثله، يعني جويسيرو لو انا فاكر الاسم صح، ده كانت ده برودكت طلع وخد فاندز، اعتقد يمكن كان ساعتها 120 مليون دولار في الوقت ده. وفشل ليه؟ فشل لان انا طبعا مش متذكر الارقام قوي، بس يعني مش هي دي النقطه المهمه. هي النقطه المهمه ان هو عمل برودكت ما حدش كان محتاجه. هو راح عمل جهاز بيطلع عصير او بتحط فيه باجز، هم اللي بيبيعوها، تقدريش تجيبها من اي حته تانية، ما تقدريش تجيبي فاكهه حتى انت تستخدميها، انت لازم تستخدمي، هم بيبيعوا باكجز كده موجوده تحطيها جوه المكنه دي، والمكنه دي تطلع عصير في الناحيه. وكان اعتقد الجهاز ساعتها كانوا بيبيعوه يمكن ب $400 ولا حاجه في الوقت ده. الناس بعد فتره اكتشفت ان هي لو جابت نفس كيس العصير وعصرته بايدها هينزل عصير، فمش محتاجين الجهاز مبدئيا. فادي اول مشكله. فرصه ايديا، هل هي دي انت كان عندك فعلا مشكله في السوق وانت رحت عملتها، ولا انت اللي اخترعت؟ ده كويشن. فنرجع تاني الفكره اللي هي بتحل ازمه وانت مجربها وتحل مشكله في السوق، دي حاجه كويسه. طيب، امتى نعرف ان احنا ماشيين صح؟ لو هو ده السؤال اللي حضرتك كنت بتساليه. التوقيت، الحقيقه اعرف امتى التوقيت الصح ان انا ابدا انفذ الستارت اب دي، ولا محتاجه استنى شويه؟ بالظبط. لو انت دارسه الفكره كويس هتبقي قادره تعرفي التوقيت، لان هي بتحل المشكله موجوده ولا لا. والنقطه المهمه اللي الناس بتغلط فيها دايما، هي بتبص على الماركت دلوقتي. مش غلط. انا دايما ليه بقول مش صح ومش غلط؟ لان ده بيزنس. ده مش، احنا ما بنتكلمش في جدول الضرب ليه اجابه واحده، لا، ده بيزنس كتير جدا. وزي ما احنا درسنا وقلنا واتكلمنا في سايكولوجي، في قصه، في بيزنس سايكولوجي، في بيهيفيرز. فممكن جدا حاجات تقبل في اوقات ولا تقبل في اوقات تانية، بس احنا بنتكلم جنرالايزد
عشان تجنرالايز الموضوع، عشان نعمم الموضوع طبعا انا محتاج اكون فاهم ان الفكره اللي بتحل مشكله وانا شايف ان المشكله دي موجوده والماركت متقبلها ومحتاجها، هي دي هتكون الفكره في التوقيت السليم. طيب لما نيجي نتكلم عن الماركت، بنتكلم عن الماركت اللي لازم اشوف الماركت دلوقتي. ده موضوع الحقيقه يعني انا مختلف معاه شويه. انا يهمني اكتر الماركت قدام هيكبر ولا مش هيكبر. يعني الناس دايما بتيجي تقول لك انا قست الماركت النهارده وشفت ان الماركت النهارده حجمه قد كده، كويس جدا. يمكن السنه الجايه خلاص الماركت ده ما يبقاش خلاص محتاج البرودكت. انا يهمني اكتر الماركت موجود قد ايه وبيكبر بقد ايه وهيكبر يبقى قد ايه في الوقت الفلاني. لان انا بعمل برودكت او رايح اعمل ستارت اب عشان يعيش، مش بعمل ستارت اب عشان النهارده يحل مشكله. ولو الماركت كولابس لاي سبب من الاسباب او ما بقاش محتاج الفكره، بلاش حتى كولابس، ما بقاش محتاج الفكره، ما بقاش ليه توقيت. ودي غلطات ناس كتير بتعملها. عشان كده بتلاقي ناس طلعت بومد في وقت وعمل برودكت ونزل لانه كان بيحل مشكله وقتيه كانت الناس في اللحظه دي بس عايزاها خلاص. بعد كده الماركت ما كبرش، الماركت ما بقاش متقبلها، الماركت ما بقاش محتاجها. فالفكره يمكن ده اللي حصل وقت كورونا. حاجات كتير جدا حصلت وقت كورونا بالمنظر ده. فهل طبعا الناس اللي عملت وقت كورونا وراحت اشترت المكنه اللي بيعمل الماسكس وبتاع ده كان غلط؟ مش غلط، بس انت يعني انت داخل تعمل ايه؟ انت داخل النهارده تستفيد من وضع قائم، خلاص فاين. المهم تكون عارف انت بتعمل ايه. ما تكونش انت داخل ورحت حطيت كل استثماراتك متخيل ان انت هتقعد وحسبت ان انت هتجني ارباحك على مدار 20 سنة خلاص في موضوع انت عارف كويس قوي ان هو كان في الوقت دون موسمي او في الوقت دون كان ليميتد يعني بوقت معين، بغض النظر عن ايه هي الفكرة، هل بقى كان وقت الكورونا مش وقت الكورونا. مهم حاجة لو هي حاجة موسمية تبقى فاهم ان هي حاجة موسمية. فلازم لو انت عامل بيزنس موديل سليم تكون عارف انك انت هتلم فلوسك وهتعمل ارباحك في الوقت ده بس. ويبقى في الحالة دي هدفك كان هو كده ان انا بعمل حاجة وتحل المشكلة اللحظية دي دلوقتي وخلاص، بس انت فاهم انت بتعمل ايه. حضرتك قلت سؤال مهم جدا بس انا كنت حابة نستفيد فيه اكتر، انه الفكرة بتجيلي ولا انا بروح لها. بتميل لأي مدرسة فيهم؟ الاتنين مش غلط، بس انا يعني دايما شايف ان اللي عنده الخبرة هيعرف يحقق الفكرة. اصل هو بصي لما بيجي يقول لك يحققها ولا يلاقيها؟ لا ما انا هقول لك، ما هو انت لقيتيها. هو ايه هو الانوفيشن؟ هو الانوفيشن ان انا بعد ما ببتكر بقى وعايز اعمل حاجة، فلازم يكون عندي فكرة وتكون جديدة، مش كده؟ مبتكرة فتكون جديدة، وفي نفس الوقت لازم تكون بتاد فاليو. انا بعمل فكرة جديدة بتاد فاليو خلاص، لازم تكون في فايدة هتيجي من وراها او اضافة من وراها. اضافه بما اننا يعني في حضره نتكلم عن اضافه بالظبط. الحاجه الثالثه ان انا بعد كل ده وانا اعرف اعمل لها امبلمنتيشن، اطبقها خلاص. فلو ما عرفتش اطبقها تبقى الفكره فكره وما اتطبقتش، ما بقى هنا ما استفدناش منها حاجه. احنا هنا بنتكلم في الاعمال، في مجتمع الاعمال خلاص. فاكره انت الفيلم بتاع الفنكوش خلاص لما كانوا بيدوروا على اي حاجه عشان يبقى عندهم فكره؟ ايوه ده هو دون بالظبط اللي هيكون بيحصل لو واحد بيدور على اي حاجه. والله بقى طلع بعد كده عنده فكره، ده يبقى حظه كويس. بس ده حقيقي موجود. في ناس تبقى عايزه تعمل بيزنس ما عندهاش فكره، فبيقعد يقول طب انا عايز اعمل مشروع، عايز احسن دخلي، عايز اعمل حاجه احسن، بس ما عنديش فكره. ما هو في الحاله دي حاجه من الاثنين، يا اما تروح لحاجه كونفنشنال موجوده، مش لازم تكون فكره جديده، حاجه موجوده انا بكررها زيها، يا اما ده معناه ان انت ما عندكش لسه الخبره الحياتيه اللي تاهلك. ما هو انت برضو مش عايز تدخل وتفشل، صح؟ يعني مهم جدا ما تدخلش وتفشل. فيبقى اذا مش مهم ان انت، ده مش معناه ان الفشل غلط، هنفشل عشان نتعلم، بس اللي اقصده ما تكونش داخل حاجه عارف انها فاشله من الاول لان انت ما عندكش خبرتها. فيا اما بما انك انت ما عندكش الموضوع، ما عشتوش قبل كده، يبقى غالبا مش هتقدر تنفذ الفكره لو لقيتها حتى وتخليها امبلمنت. انت مش عارف. انا شفنا ناس كتير بتيجي يكون عنده يعني الفكره مش فاهمها كويس، وبعدين يقعد يدور على حد يفهمها له، وبعدين يقعد يدور على حد يطبق. ده سواء في وجود منتور او ان الشخص يشتغل فيكتسب خبره. بصي هو الفكره ما بتبقاش قوي كده. هو يعني هو لو حد هيجيب منتور عشان هو محتاج وفاهم هو عايز ايه، ده موضوع تاني. ده كويس جدا. لو حد هيجيب منتور عشان هو عارف عايز ايه فده كويس جدا. فلو حد جايب منتور لان هو محتاج، عنده نقص معين في حاجه وعايز يعلمها له، كويس. انما لو حد جايب هو بيدور على فكره فلقى فكره جديده وما يعرفش عنها اي حاجه خالص،
فيروح يشوف له حد يفهمه ايه الفكره دي، هي بتتعمل ازاي، طب هي دي ايه موجوده إيه، او دي تتنفذ ازاي، طب ايه اهميتها. احنا في الحاله دي بنتحول لمشكله بتحصل، ان بتلاقي واحد بقى مدير وجايب حد تحته يعمل له الموضوع، هو بوجوده هنا مجرد ان هو يقول لك انا اللي عندي فكره، هو مش فاهمها، مش عارف يدافع عن الفيجن بتاعتها، مش فاهم التيم اللي المفروض يعملها هيبقى عامل ازاي. فدي مشكله كبيره، يعني احنا مش محتاجين ان احنا فاهمه فكره ان هو يبقى ايه حاطه حد بيتمريس على الناس وحضرتك بتشوف اكيد بنشوف المشكله دي كتير جدا. بنشوف، عشان كده تلاقيني يعني متحيز ضد الفكره دي. اللي هو يا جماعه كويس، التاني في conventional business ليه طريقه بنشتغل بيها، مفيش اي مشاكل. اللي عايز يروح يعمل حاجه كانت موجوده قبل كده ده مش غلط يعملها، وعنده يدور على الاكسبرتيز اللي موجوده. هو في الحاله دي ممول خلاص، وعنده عايز يعمل حاجه معينه عشان بيحبها، وجايب الناس اللي بتعرف كده، مفيش اي غلط، كويس جدا. واحد بقى تاني جاي يقول لك انا ما عنديش، بيدور على اي فكره مش فاهمها كويس، وجايب تيم يعملها له، وبعدين راح لفي سيز يجيبوا له فند، شركات راس مال مخاطر تديله تمويل. هيديله تمويل يعني ايه اللي يخليني ادي تمويل في ايكو سيستم زي ده؟ ايكو سيستم مش سليم. طيب خلينا نسيب الراجل اللي ما عندوش فكره، نرجع له كده كمان شويه ان شاء الله يكون لقى فكره، لقى فكره كويسه، او يكون فاهم فكرته، يا رب او يكون فاهم فكرته. خلينا نروح للراجل التاني اللي عنده فكره وعمل ستارت اب موجوده على ارض الواقع، ودلوقتي هو في مرحله عاوز يحول الستارت اب دي انها تبقى كوربريت، تبقى شركه مش ناشئه خلاص، عايزين نعلى بمستوى الشركه دي. حضرتك قلت انه يستفيد من الاكسبرتيز الموجود، وفي الحاله دي يروح فين؟ هل القرار الصح انه يتعاون مع شركات في القطاع الخاص عموما، ولا يبقى له فرصه كويسه مع في سي؟ ايه القرار الصح وناخده ازاي؟ طيب ايه الحاجات اللي ممكن يعملها؟ قرار صح قرار غلط دون ما بيعتمدش حتى عليه هو كمان، هو بيعتمد كمان على الطرف التاني. انما ايه هي الحاجات اللي ممكن نعملها؟ اول حاجه بريدجنج الجاب، او يعني ان احنا نقلل الفجوه ما بين الستارت اب والكوربريت. جدا ممكن يكون في الاكسلريتورز او في الانكيوبيتورز، الحاضنات ومسرعات الاعمال. ففي الحالتين دول احنا نقدر ان هو بيدخل في ايكو سيستم يوصله او يقربه شويه من فكره ان هو يكون كوربريت. طب وانا معلش يعني باشمهندس برضو علشان الناس تكون متابعه معانا، واكيد في ناس هتبقى لسه بتتعرف على مصطلحات كتير في البيزنس من خلال الحلقه دي، هو انا امتى اعرف ان انا محتاجه اروح لمسرعات اعمال مش حاضنات اعمال او العكس؟ مسرعات اعمال ان انا وصلت لمرحله متقدمه، انا بس محتاج ان انا اسرع شغلي، هي اسمها مسرعات، نمو اسرع للمشروع بتاعي. انا محتاج حد يساعدني، انا خلاص البروتوتايب موجود وناجح وثبت نفسه والفكره، وانا محتاج بقى ان انا حد يسرع. حاضنه الاعمال انا في الاول لسه ببدا وبتلخبط، فتبقى حضانه كده زي بتاعه البيبي بنبدا فيها عشان نحميه من ان هو يعمل، يعني بيبقى محتاج شويه جايدنس، فنحميه بحيث ان هو يقدر ينفذ الفكره اصلا، ياخد توجيه افضل. طبعا. تاني كان السؤال بقى هو ازاي القطاع الخاص يساعد. فالقطاع الخاص، ومش بالشرط كمان باي ذا واي القطاع الخاص بس، الجامعات ما هي بتعمل خلاص، الحكومات بتعمل، يعني الحكومات عامله ايكو سيستم زي سنغافوره، دبي، الجامعات الكبيره العالميه بتبقى عندها حاضنات اعمال ساعات ومسرعات اعمال. الشركات الخاصه بتعمل خلاص، يعني فرص تعاون مختلفه ممكن ستارت اب قطاع خاص جدا. انما هو السؤال اللي اهم هو امتى الواحد وهو عنده ستارت اب يعرف ان هو ده توقيت ان هو يروح للكوربريت اصلا ولا لا؟ يعني امتى بقى يبدا يشوف ان هو يروح للكوربريت؟ ففي بعض العلامات اللي لما تبدا تشوفها تبدا تقول انا والله دلوقتي جاهز. اول حاجه ان انت يكون عندك ديماند، طلب بالظبط من الكاستمرز، خلاص في طلب من الكاستمرز، عندك طلب من الكاستمرز، بقى عندك سستينابل ريفينيوز، يعني بيدخل لك ربح مستدام، بيدخل لك دخل كمان مستدام. فدي نقطة مهمة. النقطة التانية ان انت بدأ يحصل لك بوتل نيكس
في الاوبريشنز، يعني انت بدا يبقى عندك صعوبه في ان انت تخلص او يعني الطلب اكتر من من انتاجك، فانت بقى عندك بوتل نيكس، اختناقات خلاص. فمحتاج تحط بروسيس عشان تحل المشكله دي. فبدات تسيب بقى فكره الستارت اب ده. انا دلوقتي بدات احط بروسيس. الحاجه الثالثه اللي انت ممكن تبدا تشوفها، تبدا تشوف ان انت محتاج تعين ناس في الليدرشيب تيم بسبيشاليزد سكيلز. انا هنا خلاص ما بقتش مهارات متخصصه جدا خلاص. فانا هنا بدات افكر، لا الموضوع بدا بقى يخرج من فكره الستارت اب ان احنا مجموعه بنبدا فعاملين شركه وواحد بيعمل 3-4 ادوار، لموضوع ان انا لا رحت انا هنا بدات ابقى محتاج، انا عندي دلوقتي سستينبل ريفينيوز، وعندي ديماندز جايه من الكاستمرز طالبين مني كتير، انا عندي بوتل نيكس محتاجه تتحل، فمحتاج احط بروسيس، ومحتاج ان انا يعني في طلب وفي دخل مستدام وفي عندي تحديات انا محتاجه احط تحديات لها محتاجه بروسيس. فانا محتاج احط نظام طريقه للحل. وبعدين بقيت محتاج اعين ليدرشيب بسكيلز متخصصه. فخلاص ده احنا هنا خرجنا بره فكره الستارت اب، نروح بقى للكوربريت لايف. ودون الكوربريت لايف، الكوربريت لايف بقى دي يعني حتى لو انا مستعده للخطوه وخلاص عارفه ان انا دلوقتي دي مرحله مناسبه، وبرضو التوقيت مش هو كل حاجه، ممكن قوي يكون انا عندي صعوبه ان يوفر الامكانيات اللازمه. يعني زي مثلا ما حضرتك قلت المهارات المتخصصه، ما دي برضو اني اقدر ابقى مذاكره الماركت كويس وعارفه ايه هي المهارات المتخصصه اللي انا محتاجاها. دي من ضمن التحديات. واحيانا بيحصل انه ستارت ابس لما بتيجي تنتقل لمستوى اعلى في شركتها بيحصل تعيين غلط او اداره غلط، والجزء الاداري ده بيبقى سبب في فشل كتير من الشركات في المرحله دي، مرحله التحول لكوربريتس. ازاي ممكن نحل الحته دي؟ اعرفها منين؟ هو الاول انت سالتي سؤال كان حلو قوي، اللي هو السؤال اللي قبل كده، هو القطاع الخاص بيساعد ازاي، او لو حتى ما مش هنقول بس قطاع خاص، يعني ازاي الشركات الناشئه ممكن تساعد، المختلفة ممكن تساعد. الناس فاكره ان الفاندنج هو الحاجه الاساسيه، وده انا بقوله اهو بمنتهى الصراحه، هنا بقى ما فيش يمكن ما يمكنش. اللي هيبقى فاكر ان هو كل اللي محتاجه فند فقط هيفشل جدا، لان القصه مش فلوس فقط، الجايدنس مهم. انا ايه فكره ان انا اروح مثلا في سي تساعدني، او ان انا اروح لشركه كبيره تحتضن البلاتفورم، تديك ماركت انسايتس، بتديك نظره على السوق، دي مؤشرات في السوق، بتديك مؤشرات على الاندستري اللي انت شغال فيها. الناس دي شغاله بقى لها كتير وبتشتغل وبتشوف، بتدي لك جايدنس، بتعمل لك النتوركينج اللي انت محتاجه. انت هو العلاقات اللي انا محتاجاها جدا، البيزنس نتوركينج ده مهم، هو اللي بيوصلك. فكل دول زائد الفاندنج وحاجات تانية هو ده المهم، فمش الفاندنج بس خلاص. فتاني نيجي للنقطه، في ناس بقى بتيجي تقول لك اعرف ازاي؟ ما هو هيعرف لو كان هو ماشي وخد الجايدنس وشغال في البروسيس، بدأ هو يشوف كل العلامات اللي احنا اتفقنا عليها دي، فهنا يبدأ يحس ان هو لا انا محتاج. وفي الحالة دي يبدأ يشوف في التيم بتاعه، دي نقطة مهمة، يعني دي ممكن تجاوب على جزء من السؤال. لو هو ما عندوش الاكسبيرينس يشوف حد عنده الاكسبيرينس، لان الانتقال من حياة الستارت اب لحياة الكوربريت ده انتقال، ده دي فيز ودي فيز تانية. والله لو الراجل اللي كان عمل الستارت اب، او الشخص اللي عمل الستارت اب، راجل او ست، عنده الخبرة ويعرف يدير كوربريت، اتفضل اهلا وسهلا. ما يعرفش يشوف حد يعملها، لان فكرة ان الفاوندر لازم يكون هو المدير، دي مش فكرة، مش لازم مؤسس الفكرة يديرها. لا، في الكوربريت مش بيقع فيها ناس كتير جدا جدا. كل حد عنده فكرة متخيل لازم هو يعملها. متفهم قوي في الستارت اب، لان هو لازم يدافع عن فكرته، دي فكرته محدش فاهمها، مش لسه الماركت ما فهمهاش قوي لغايه يعني ما يفهمها. طبعا محتاج هو اللي بيدافع وبيحتضن الفكره دي وبيدافع عنها. خرجنا بعد كده للكوربريت لايف، الموضوع مختلف. الكوربريت لايف ده ديفرنت جيم مختلف، وطريقه مختلفه، وشخصيه مختلفه. الشخصيه المختلفه للشركه نفسها، مش بس للمؤسس او للمدير، ده موضوع مهم. في شخصيه
لازم الشركه بيبقى لها شخصيه. اوكي، يعني قبل ما نتكلم عن شخصية المدير او شخصية الشركة، حضرتك كنت بتتكلم على النتوركينج، والحقيقة انه النتوركينج او التشبيك وانه يكون في علاقات مهمة دي من الحاجات المهمة قوي اللي ممكن تأهل صاحب الستارت اب انه ينتقل لمرحلة اعلى ويكون عنده كوربريت. بس كمان في دول ليها تجارب ناجحه جدا في موضوع النتوركينج، وحضرتك حتى قلت منهم دبي وسنغافور، يعني طبعا الامارات وسنغافور من ضمن الاماكن اللي فيها تجمعات للبزنس كبيره جدا وبيتم الاستفاده بشكل كبير في جزئيه النتوركينج. ليه رغم اننا بنتكلم كتير قوي طول الوقت عن اهميه النتوركينج لسه في ستارت ابس بتغفل الحكايه دي؟ لان في ناس كتير بتبقى متخيله ان الفكره كل حاجه، ورجعنا تاني قلنا الفكره مش كل حاجه. هو انا عايز اقول النقطه، هو سؤال مهم، هو امتى اعرف ان الفكره بتاعتي هتنجح؟ امتى؟ انا بقول لك اهو. ايه رايك انت؟ ايه رايك انت؟ الفكره تنجح لما الناس تبدا تحبها وتبدا تتكلم عنها. ده وجهه نظري، ده تعريفي، ان الفكره اتحبت والناس بدات تقولها لبعضها، فيبقى انا هنا اطمنت ان الفكره دي هتلاقي قبول الناس. خلاص، الفكره اللي لسه في دماغ صاحبها فقط لا غير، مش عارف يوصلها، هو عنده مشكله، يا اما الفكره فيها مشكله. خلاص، لان برضو احنا يعني انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا، بما اننا يعني في الحوار ده، انا عايز اخلي الناس تبقى فاهمه حاجه معينه. ما تروحوش يا جماعه تشوفوا ستوريز والناس تقعد تقرا قصص نجاح وبيدوروا على قصص نجاح جايه بفيري، يعني دي ممكن تكون حاجات مش كومن، يعني دي ممكن تكون حاجات شوية مش مضلله، يعني انت عارفه مش كومن كومن فيها، يعني إنه ممكن تكون يعني صدف او يعني اوتلايرز، مش عارف اوتلايرز، مش هي دي الطبيعي في القصه، ما نقدرش نمشي عليها، مش هي الحاجه المتعارف عليها اللي انا اقدر اسمعها واطبقها على نفسي. بالظبط، هي حالات استثنائيه، فرديه او استثنائيه. خلاص، فحالات استثنائيه لناس فاوندرز كان عندهم افكار بس هم كانوا مش عارفين يوصلوا فكرتهم، الناس مش قادره مفهوم، ممكن تحصل. بس الناس الحقيقه لما بتسمع قصص النجاح بتاخد منها الهام، يعني بتحس بانسبيريشن انها عايزه تعمل زيها، بس ما بيبقوش عارفين تفاصيل الشغل ده اتعمل ازاي. يعني ستيف جوبز مثلا لما الواحد بيتابع قصته طبعا محدش عارف برضو الصعوبه. ستيف جوبز نفسه بيقول لك انا الفكره اللي كانت عندي لغايه البرودكت اللي خلق الفرق ما بينهم كبير جدا، مختلف تماما. خلاص، وهو قال، وستيف جوبز واي حد غيره قال لك ان واحنا بنشتغل اذا ما كانش عندي الملكات وما كانش عندي التيم اللي يعرف يحل المشاكل دي كان زماننا وقفنا 50 مره قبل ما كنا نوصل للبرودكت. خلاص، فالفكره فين؟ ده انت بتتكلمي في حاجه مهمه جدا. وانا كنت مره شفت حديث لحد، انا للاسف مش فاكر مين بالظبط، بس هو كان، فهو بدا وهو بيتكلم على الستارت ابس قال لك هوريبل، حاجه اوعى، خلي بالك انت هتتعب، انت مش هتنام بالليل، انت هتبقى عندك البالانس ما بين حياتك الشخصيه وحياتك العمليه هيكون مش موجود، القلق الشديد خلاص هيكون موجود، العدد مرات الفشل هيكون موجود. خلاص، فكل دي حاجات تقلقك. ولكن اذا كنت انت نفسك في يوم من الايام تبقى متميز جدا، عندك فكره ما حصلتش، غالبا هتبقى يعني غني، قدرت توصل لفكره والماركت بقى يحبها، مشهور كده، خلاص خد الطريق الصعب. فاللي احنا عايزين نوصله ايه؟ محدش يبص على الافكار وقصص النجاح ويختار اللي يريحه. يعني ايه انا اختار من القصه دي؟ ما فيش مشكله، ده هم كانوا موجودين وكانوا بعض الشباب في الجامعه عملوا فكره، والفكره دي راحوا عرضوها مش عارف على شركه ايه فاشتريتها ب 100 مليون. ده احتمال مش هو ده اللي هتشوفه كل يوم في حياتك، فما تتخيلش كده بقى. خلاص، وبعدين تبدا ده مش هو الطبيعي. الطبيعي ان انت تعمل فكره والفكره دي تدرسها كويس، وبعدين هتبذل فيها مجهود، وهتروح لكذا في سي، وهتروح لكذا انكيوبيتور، وهتروح وناس كتير ممكن ما تتقبلهاش، والناس ممكن تقتنع، وفكره ان هم يقتنعوا بيها من اول مره ويدوا لك 100 مليون ده احتمال
موجود، بس في احتمالات تانية كتير ان هم ما يقتنعوش، او يقتنعوا يدوك رقم قليل، او يقتنعوا يدوك رقم ما يكفيش. هو ده الطبيعي، وانت اذا كنت عايز تكمل كمل. انما فكره ان هي دي الفكره وهو ده الطريقه وهو ده الموديل، لا يعني مش الدنيا كفاية مش طبعاً. كده. الدنيا مش كده، يعني الدنيا مش كده. عشان بس الموضوع يكون الستارت اب عشان ينجح محتاج مجهود، ومحتاج فكره قويه، ومحتاج الناس تشتغل، ومحتاج يبقى في تيم قوي ما حدش ياخدها يعني بسهوله. ولكن النجاح اللي بيجي بعد كده نجاح كبير جدا يخلينا كلنا نجرب، ما فيش ما يمنع، بس نجرب صح مش اكتر. ونجرب بمخاطرة، يعني مخاطرة دي تبقى لغاية فين؟ الستارت اب طبيعي فيه مخاطره، واذا ما كانش فيه مخاطره يبقى مش هتنجح خلاص. اللي مش عايز مخاطره مش هينفع يشتغل في ستارت اب. يعني حضرتك من الناس اللي بتشوف لو ما فيش مخاطرة مش هيبقى فيه نجاح؟ لا طبعا. طب لغاية فين؟ ما هو برضو في ناس بتبقى زي ما قلنا لغايه ما تشوف اذا كان السوق هيحب الفكره ويبدا يقول لاصحابه عليها ولا لا. طب وازاي اعرف ان السوق ده زي ما حضرتك قلت برضو من شوية ممكن سلوك المستهلك ده يتغير، او ممكن دلوقتي الفكرة تلاقي قبول والناس تحبها، بس انا مش قادرة اتنبأ انه في حاجات تانية ممكن تغير السلوك ده او رد فعل الناس على الفكرة. صح. عشان كده قلنا الستارت ابس كتير بتحتاج جايدنس، بتحتاج تشتغل مع شركات اكبر، في حاجات اسمها ماركت سيرفيز بتتعمل خلاص، في ماركت انسايتس بتتشاف، في تولز حتى بيستخدموها ساعات، بيعملوا MVPs ويبداوا يعملوا كده يعني برودكت صغير. اقول لك على حاجه مثلا دروب بوكس قبل ما يبدا البرودكت عمل فيديو للبرودكت بتاعه وحطه، وشاف عدد الناس اللي عملت ساين ابس، هو كده عرف مين اذا كان هيبقى فيه قبول في الماركت ولا لا، وما كانش لسه بدأ البرودكت. ففي طرق عشان يعني ندرس الماركت بيدرس بماركت سيرفيز، بماركت انسايت، كل ده موجود، بماركت اناليسيز. ما فيش غلط يعني، ده حاجات، دي الحاجات اللي الناس بتعملها عشان تساعدهم. طيب عندي سؤال، احنا لما بنيجي قبل ما بنعمل ستارت اب بندرس طبعا الماركت ده اكيد، وبعدين بننفذ الستارت اب. لما نيجي بقى ننقل الستارت اب لكوربريت لازم ندرس الماركت تاني؟ يعني هل ممكن لما ندرسه تاني نلاقي اختلافات؟ ممكن ما بتلاقي، مش فكره انك تلاقي اختلافات، بس ممكن ما يكون انت برضو مهم جدا لما تيجي تنقلي الكوربريت تبقى عارفه هتنقلي الكوربريت بشكل عامل ازاي. فانت وهتدايفرسيفاي مثلا ولا مش هتدايفرسيفاي، يعني هل انت هتتوسعي ولا مش هتتوسعي خلاص. والتوسع غير ان انا احول الستارت اب لكوربريت. طبعا. بصي مش كده، انا وجهه نظري ان الستارت ابس ما تعملش دايفرسيفيكيشن في الاول خالص. انت لسه عندك فكره، انت عندك فكره تحتفظ بيها وتركز فيها وتنجح. ففي ناس تيجي تقول لك مثلا في الستارت اب انا ما احطش البيت كله في سله واحده. اسف جدا، في الستارت اب حط البيت كله في سله واحده، حط كله في سله واحده وركز فيها. انت لسه ما عندكش الخبره انك تدايفرسيفاي، ما عندكش الخبره ان انت تقدر تتعامل مع اكتر من برودكت، ما عندكش فكره انك تتعامل مع اكتر من بيهيفير للكاستمرز، اللي اكتر من سلوك للمستهلكين. طبعا سلوك المستهلكين هيختلف على حسب البرودكت. انت لسه مش جاهز للقصه دي، فعشان كده ما تعملش الكلام ده الا لما تبقى في الكوربريت. بقى لما تروح الكوربريت هنا بقى نبدا نشوف اذا كنا محتاجين ندايفرسيفاي ولا لا، محتاجين، ممكن ما نحتاجش. يعني في الجزئيه دي بلاش مخاطره، في الجزئيه دي تحديدا هنا دي مش مخاطره، دي انت هنا فكره ان انت لسه بتعمل حاجه وما انتش لسه جاهز ليها، فانت رايح تعمل 5 جنبها. هو ده عدم تركيز مش عدم مخاطره، يعني ده عدم تركيز. طب التوسع ده مش بس ان انا اعمله امتى، يعني في اي مرحله اكون جاهز، وكمان اعمله فين. يعني ممكن قوي المكان اللي انا اتوسع فيه، او الدوله اللي انا اقرر اتوسع فيها، وحتى المحافظه مش شرط دوله. مظبوط. ممكن ده يا اما ينقلني حته تانية او يخسرني كل حاجه. ده مليون في المية صح. يعني احكي لي اكتر بقى عن الموضوع ده. يعني مثلا انت النهارده لما تيجي تقولي ان انا عايزه اتوسع، هو انت ممكن تكون عندك مثلا حاجه موجوده وتعملي لها سلسله، السلسله دي موجوده في كذا مكان خلاص وتفشل. هي كان واحده يمكن كان جزء من نجاحها فكره ان هي يونيك في مكان واحد الناس بتحب تروح له، عايزه تاخد البرودكت ده من حته معينه خلاص. انت دارس الماركت ولا مجرد لما لقيت الحاجه نجحت قررت تبدرها في الماركت وتعمل منها كتير خلاص؟ تروح اماكن تانية بره سهل جدا
ان الماركت ما تقبلهاش. ممكن تكون الانفراستراكشر اصلا في الماركت مش جاهزه، البنيه التحتيه نفسها مثلا يعني انا عرفني لو انا النهارده عملت فكره والفكره دي معتمده على مثلا وجود الانترنت، خلاص ما انا ما ينفعش اروح انقلها لمكان تاني عشان هي نجحت هنا نجاح باهر، خلاص اروح انقلها في مكان تاني الانترنت فيه مش قويه او مش ستيبل. فطبعا الكلام ده باشمهندس احمد، احنا اتكلمنا عن فرص التعاون المختلفه اللي ممكن تستفيد منها الستارت ابس، وخصوصا لو هي بتنتقل لمستوى الكوربريت. بس كمان انا عايزه اعرف مش شرط بقى الفي سيز او القطاع الخاص، انا بتكلم عن الشركات بشكل عام، ازاي ممكن الستارت ابس تستفيد منها؟ هو العلاقه ما بين الشركات والستارت ابس هي العلاقه الطبيعيه بقى، اللي هو ايه، يا اما الشركات بتبدا تعمل اكوزيشن للستارت اب تستحوذ، او يعملوا مع بعض جوينت فينتشر، خلاص، او بيعملوا مثلا حاجه زي اوبن انوفيشنز. الثلاث حاجات دول هي دي بتبقى اشكال علاقات. بس يعني ايه اصلا اوبن انوفيشنز؟ اوبن انوفيشنز بصي، زمان كان الار ان دي كونفنشنالي جزء من تكوين الشركه، فكان الشركات الكبيره بتبقى عندها قسم للار ان دي اللي هو يعني بيبقى جزء داخل الشركه. بعد شويه لقوا ان ده ممكن يكون مكلف، ده ممكن يكون بيليمت الافكار، ما بيسمحش بافكار مختلفه كتيره، ان هو داخل بس من جوه الشركه، ممكن ساعات ما يبقاش efficient قوي، كفاءته مش عاليه. فبدات الشركات تفكر في افكار مختلفه انها تستخدم شركات ناشئه، او حتى ساعات بيستخدموا الكومبيتيتورز باي ذا واي، يخلي المنافس ويتعاونوا مع بعض بحيث ان هم يطلعوا بحاجه جديده في السوق. يعني مثلا ناسا بتعمل مسابقه لمشكله معينه وبتعرضها، وبتطلب ان كل الناس اللي قادره على انها تحاول تحل المشكله دي وتطلع بحاجه ليها علاقه طبعا بتبقى منلي في التكنولوجي، في السبيس تكنولوجي، يتقدموا ويختاروا. فهم هنا بداوا يسمعوا للماركت. في حاجه اسمها كراود سورسنج مثلا ليجو بيعملوا بلاتفورم ويخلوا اليوزرز ويخلوا المستخدمين والعملاء بتوعهم هم اللي يختاروا الديزاينز اللي تعجبهم من على منصه معينه. شركات زي مثلا شركه زي تسلا عرضت البيتنتس بتاعتها وفتحتها وسابتها للجمهور، سابتها للماركت كله، سابتها للبيزنسز، وحتى لو كومبيتيتورز خدوها، لان هم عايزين الايكو سيستم ده يكبر، وعايزين كانوا هم ساعتها لسه بايونيرز في الحته بتاعت الالكتريك كارز مثلا، او العربيات الكهربائيه. بالعكس هو كانوا شايفين لا، خلوا السوق يستخدم البيتنتس دي ويعمل عربيات كهربائيه تانية، ده هيرخص السعر بعد كده، ده هيخلق منافسه، ده هيخلق ماركت حقيقي. خلاص، واحده مثلا من الحاجات ان هو عربياته عايزها تبقى بتتشحن، فهو التشارجنج ستيشنز. فهو دلوقتي لما يكون الماركت العدد اللي فيه قليل، مش هتلاقي الدول، مش هتلاقي المؤسسات مثلا بتعمل تشارجنج ستيشن، انما لما الناس كتير تبقى عندها عربيات، تبدا الناس تهتم وتعمل الانفراستراكشر عشان هيبقى في اقبال ساعتها. فهو خلق الجو ده وما فيش مشكله. فالافكار دي افكار بلاش الابل ستور او الاب ستور، ما هم سايبين للديفلوبرز اللي عايزين او المبرمجين اللي عايزين يعملوا برامج ويحطوها على ابل يفتحوا. مش كل البرامج دي مع شركه ابل اللي عاملاها ده. فهو هنا فتح، بيبدا بقى ممكن بقى يبدا يروح يتعاون مع ستارت اب، لو عايزين بقى نرجع للحته الستارت اب، في ان هو يحل له مشكله معينه او يساعده في مشكله معينه ويشتغلوا مع بعض. يعني برضو الحكايه دي بتبقى لطيفه جدا، انه فرص التعاون دي دايما ممكن تخلق سوق جديد اصلا جد. وممكن تغير، هي تبقى سبب تغيير سلوك المستهلكين جد. لكن كمان التكنولوجي برضو كان ليها عامل كبير في الموضوع ده، يعني خلت الناس برضو فعلا سلوكها يتغير جدا. فده خلى ان الستارت ابس كمان ممكن تغير من نشاطها، وممكن تغير من طريقه تواصلها مع المستهلكين. ازاي حضرتك شايف التكنولوجي غيرت من الستارت ابس او حتى من الخطوات اللي بتاخدها لما بتتوسع؟ بصي، انت مثلا عندك زي المثال بتاع نتفليكس، لما قلنا ان هو راح للسبسكريبشن موديل بدل ما كانوا بيأجروا دي في ديز.
امازون لما راحوا استخدموا الارتفيشال انتليجنس وغيروا في البروسيس بتاعه السبلاي تشين بتاعتهم او اللي هي سلاسل الامداد بتاعتهم. التكنولوجي طبعا بتغير، وعشان التكنولوجي بتتغير كتير وسهله والتطور فيها سريع، فالافكار اللي بتيجي حواليها بتبقى افكار اكتر. فالستارت ابس دايما ما بتتجه في الحته دي بشكل اكبر يعني. اكيد. طيب من ناحيه بقى استثماريه شويه، يعني انه ليه مهم يكون في استثمار في شركات التكنولوجي، سواء اللي بتستخدم تولز او اللي بتخلق تكنولوجي؟ مهم جدا لان هي دي اولا العلاقه ما بين البيزنس والتكنولوجيا علاقه قويه قوي طبعا. خلاص. وفي الحقيقه التكنولوجي بتساعد البيزنسز. المفروض انت التكنولوجي بتساعد البيزنس على ان هو يؤدي المهمه اللي هو كان عايز يعملها. والتغير زي ما اتفقنا يعني سرعه التغير والتطور، بلاش التغير، التطور في التكنولوجي عاليه جدا. فدون زي ما اتفقنا هيفتح ماركت، والماركت هيكبر، والماركت هيخلق بيهيفيرز جديده، فما بقاش ماركت مقفول. انت مش عايزه برضو تروحي في حته الماركت فيها ما بيتطورش بسرعه فيفضل مقفول، انت عايزه الماركت يكون بيكبر. فالتكنولوجي هي من اسهل الفيكلز اللي اكيد تاخد الشركات في الحته دي. بس هل احنا بنحتاج نتعلم تكنولوجي ولا دي حاجه ممكن نكتسبها بالخبره؟ لانه برضو في ناس كتير قوي لما بتيجي بتعمل ستارت ابس بتبقى حاسه انها طب انا ما بفهمش في التكنولوجي، طب انا هعمل ايه، ازاي هستفيد منها، انا ما عنديش خبره فيها. حل الموضوع ده بيكون ايه؟ لو مش الستارت اب، اذا تكنولوجي ستارت اب، ما هو لو هي تكنولوجي ستارت اب وما عندهمش فكره يبقى نرجع تاني للناس الناس اللي هي بتعمل حاجه. بس لو مش تكنولوجي ستارت اب بس ممكن استفيد منها. وهنا بقى بيجي دور التيم اللي معاك، بيجي دور انك انت تنفتح على الماركت وتبدا تشوف الماركت ممكن يعمل ايه، ويجي دور ان انت تتعامل مع الشركات زي ما اتفقنا اللي هم البرايفت سيكتور او الحاضنات او وات ايفر اللي هم ممكن يساعدوا شويه. اوكي. طيب يعني حضرتك برضو قولي من خبرتك ومن اللي لمسته على ارض الواقع، احنا اتكلمنا كتير عن الشركات اللي بتنجح، بس كنت عايز اتكلم مع حضرتك اكتر عن الشركات اللي بتفشل. انه خلينا نرتب مع بعض ايه ممكن تكون اسباب فشل الستارت ابس في المرحله. خليني ابدا بمذاكره السوق. لما بتبقى في خطوات غلط ممكن ايه القرارات اللي ناخدها بعد كده برضو ما تبقاش صح، علشان مذاكره السوق نفسها ما كانتش على بروسس سليمه. زي ما قلنا يعني مثلا يدايفرسيفاي بسرعه وهو لسه مش جاهز، خلاص التيم ما يكونش جاهز. الستارت اب ليه عقليه، ليه بيرسوناليتي، ليه شخصيه، خلاص لازم يكون شخصيه مستعده تاخد ريسك، ما ينفعش يكون شخصيه مش عايزه تاخد ريسك. وفي نفس الوقت لازم يكون شخصيه قابله ان هي تو بي جايدد، هو مش جاي متحجر ومش عايز لا، هو لازم يكون بي جايدد. لو في حاجه ما يعرفهاش الفكره موضوع، وان احنا ناخد الفكره دي نبدا نطبقها ده موضوع تاني. محتاجين حد يعرفنا، محتاجين حد يقول لنا، محتاجين حد عنده الخبره دي يعملها معانا. خلاص لازم يكون ريزيلينت، شخصيته مش مع اول فشل بيسلم ويجري لازم. فكل دي حاجات لو مش موجوده الشركه هتفشل. وزي ما اتفقنا في الاول، لو الناس فاكره ان الفند بس هو اللي هينجح الستارت ابس يبقى هيفشلوا. مصادر الفند برضو بتبقى كتير قوي، وساعات برضو الستارت ابس بتبقى مش عارفه تختار المصدر اللي هيبقى مناسب للفكره نفسها وللمسار اللي صاحب الفكره عاوز يمشي فيه وعاوز يوصل له. فده برضو اكيد بيفرق لما بيحصل صاحب الفكره على توجيه، بس كمان ساعات على ارض الواقع في فاوندرز بيسمعوا اراء مختلفه يبقى هو عنده رؤيه تانية ويطلع هو اللي صح. فانا عايز اتكلم مع حضرتك في الموضوع ده، انه احيانا بيكون التوجيه اللي بياخده صاحب الستارت اب هو بيبقى عنده رؤيه تانية، وساعات ممكن يبقى صح. زي ما اتفقنا في الاول، لو هو واثق من نفسه يكمل، خلاص احنا بنقول بشكل عام. انما زي ما اتفقنا في حالات كتير جدا كانت ناس كل اللي احنا بنقوله دون في الكتب هم مشوا عكسه ونجحوا، خلاص. انما هو الطبيعي ان الحاجه اللي لسه بتنشأ محتاجه بعض الخبره. النقطه المهمه هو انت بتاخد الجايدنس من فين بس، خلاص يعني هو من ده فين؟ ده اللي انا عايز اوصله. يعني عشان نقول اذا كان هم بقى في الحاله دي فشلوا وهو وجهه نظره طلعت صح. انا النهارده لما اجي اشوف اختار في سي، زي ما الفي سي بتعمل هي اللي بتختار الستارت ابس اللي هتفند فيها، الستارت ابس محتاجه تروح للفي سيز الصح.
يعني كمان الستارت ابس بتختار الفي سي المناسب، لازم مش يروح بس للفي ال سي VC بتختار السليم. startups. وانا النهارده وعشان كده بقى انا بدات، يمكن دي كانت اول حاجه اتكلمنا فيها، اللي فاكر ان الفند هو كل حاجه، فهو اللي هيروح يدور على واحد مجرد يديله فند خلاص، ما هو بيدور على اي حد يديله فند، فدون مش فاهم هو فكرته دي هتنجح ازاي. لازم اروح لفي سي. الفي سيز بتبقى عندها خبره، بيبقى عندها سي في، بيبقى عندها اشتغلت مع شركات قبل كده، عملت ايه مع الشركات دي، ساعدتهم ازاي، الشركات كبرت ولا ما كبرتش، نوع الشركات اللي كبرت ولا لا، كانت في انهي مرحله ناشئه، في انهي مرحله. طيب دي شركات تكنولوجي ولا شركات مش تكنولوجي، ولا شركات بتشتغل في اللوجيستكس، ايه نوع الفي سي عندهم الخبره، ايه الخبره اللي بيدوها لي، ايه نوع السبورت اللي هيديهولي. طب وامتى اعرف ان الفي سي دي اللي انا رحت لها كستارت اب دي مش هتفيدني وانا محتاجه اغير الاختيار ده؟ الاول اعرف ازاي هتفيدني. المفروض ان انا رحت لفي سي، شفت في شركات زيي قبل كده خدتهم بنفس الفكره كبروا معاها ولا لا، ايه السي في بتاع الفي سي عمل ايه، خلاص موجود بقى له قد ايه، الخبره، مين البورد اللي في الفي سي، مين الناس اللي موجوده. خلاص امتى ابدا اشوف ان هو مش بيفيدني، ان انا ما بتطورش. وتاني انا داخل عامل الستارت اب عشان اكبر، عشان الفكره تكبر، عشان المشروع ينجح، وعشان اطلع في الاخر الفاليو اللي انا عايز اعملها وتبقى امبلمنتد، والناس تبدا تشوفه برودكت كويس ويبداوا يتكلموا عنه. لو انا طبعا الليرنينج بروسيس هي مش بتوقف يعني. بالظبط. فلو انا شغال وشايف ان مفيش جايدنس باخده، لازم اخرج، لازم اشوف حد تاني. ان انا النهارده ودون جزء تعاقدي بقى، دي يعني دي ممكن نبقى نعمل لها حلقه تانية، لان برضه هو الفي سي استثمر وحط فلوس في الشركه، فهو هيخرج ازاي بعد كده. فعشان كده من الاول خلونا يعني واضحين، نختار صح عشان ما ندخلش بعد كده في مشكله. طيب اعرف منين انا طريقه تفكيري كفاوندر مظبوطه؟ يعني لو انا عايزه اعمل تشيك او اختبر طريقه تفكيري واختبر الخطوات اللي انا مشيتها دي فعلا صح ولا لا، اعمل ايه بس في 3 نقط؟ مش عارف هيطلعوا 3 ولا لا، بس يعني نحاول. مش هيطلعوا 3 ولا لا. الاول انا لازم اكون بيني وبين نفسي مقتنع، ما حدش هنا انا دي فكرتي، وانا اللي باخد الفند، وانا اللي باخد الريسك، وانا اللي بختار التايمنج، قلنا اهم من الفند، وانا اللي بختار معايا التيم او التيم اللي احنا بنشتغل. فانت مقتنع، عندك فيجن للحاجه، للفكره بتاعتك، انت شايفها، انت قادر تدافع عنها. وعشان كده لما بيجوا يتكلموا عن الشركات اللي هي بتبقى الاونر بتاعها هو صاحب الفكره، اجينست الستارت ابس اللي بيبقى صاحب الفكره هو اللي بينفذ بايديه، مش كده، هو بينفذ بايديه. فبنلاقي ساعات في اختلاف. خلاص. فلو انا النهارده عندي الفكره وبتاعتي وانا بشتغل بايديا، ما بيبقاش في ديليجيشن، هو واحد بيلعب كذا رول، وشايف ان انا قادر اطلع ببرودكت والماركت تقبله، والفي سيز لما رحت عرضت عليهم الحاجه الفيدباك جه كويس، يبقى انا ماشي صح، مفيش مشكله. الحقيقه المشكله ما تبقاش هنا خلاص، لان دي بتترجم بسهوله. هي المشكله المشكله الكبيره لما بننجح، لان دي الحاجه اللي تزعل بقى، انت نجحت كستارت اب ورايح ككوربريت فتفشل بقى ككوربريت، ده بقى ايه يزعل بقى اكتر، لان انت نجحت. يعني كان هنا لازم بقى كان الراجل يخلي باله من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، اذا كان هو فعلا العلامات الثلاثه اللي احنا اتفقنا عليهم، عنده ريفينيو وسستينبل ولا لا، عنده محتاج يعمل بروسيس ولا لا، وبقى محتاج يعين ناس من الناس اللي هي عندها سبيشاليست، عندها مهارات متخصصه. في الحاله دي شاف الحاجات دي موجوده، يبدا وبدا يتجه ناحيه الكوربريت، محتاج بقى يبص على حاجات كتير، محتاج يحط كوربريت جوفرنس، محتاج يختار الليجال موديل السليم. خلاص الشركه هتبقى نوعها ايه، ليجال بطريقه قانونيه، والشكل القانوني للشركه. مش احنا اتفقنا في الاول في ناس اول حاجه تعملها شركه قابضه، واحد تاني يعملها شركه مساهمه. افهم شكل القانوني للشركه. خلاص. الكالتشر اللي انت عايز تحطها جوه الشركه دي ايه، الشركه ليها شخصيه خلاص وليها ثقافه، الكالتشر اللي انت عايز تحطها في الشركه دي تبقى عامله ازاي. محتاج تشوف التيم اللي هتختاره، الهيراركي اللي هتختاره، موضوع مختلف تماما. فهنا بقى الفشل ممكن يجي بعد ما كنا تيم قاعدين مع بعض وبنشتغل مع بعض وكل واحد يعمل اي شغلانه، انت بتروح لكوربريت بقى في هيراركي، بقى في بروسيس
خلاص. لازم تحترم الهيراركي، لازم تحترم البروسس. خلاص، مش لازم تقتل الانوفيشن بان انت تعمل كوربريت، تعمل بروسس معقده، بس بقى هنا في بروسس، لان انت بقيت مسؤول عن ناس تانية. ودي نقطه برضو مهمه، انت لما بتفتح شركه وبتعين فيها ناس وبتعين فيها موظفين وبتطلع برودكت، فالماركت بيبدا يعتمد عليك، والكونسيومر بيبدا يتعود على البرودكت ده، و بتستخدم فلوس، سواء كان دون بقى انفستمنت جاي من بره او وات ايفر، او حتى فلوسك انت، هنا بقى عليك التزام. خلاص، ما اللي كان بيحصل ساحه الستارت اب، لان في ناس بتقدر تنجح جدا في انفايرمنتس اللي هي اللي فيها كيس، اللي فيها فوضى، هو يعرف ينجح جدا هنا. تحطيه في ستراكشرد انفايرمنت ما يعرفش. فاللي كان بيحصل في الستارت اب محتاج يختلف. فلو انت عندك المايند سيت وهتقدر تختلف، جوهد. مش هتقدر، جيب واحد تاني يعمل القصه دي. لا، ده موضوع المايند سيت ده موضوع كبير ولازم نستفيد فيه. فخلينا يعني نختم الحلقه دي ونتكلم في الموضوع ده في الحلقه اللي جايه، لانه الحقيقه انا عايزه اركز بقى في موضوع المايند سيت ده، وكمان في اسئله كتير قوي في الموضوع ده، وعن التيمز، وعن شخصيه الشركه وشخصيه الفاوندر، وامتى اصلا ادير الشركه او لا. كل ده هنعرفه في الحلقه الجايه. بس انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس احمد حميد على وجودك معانا في ستارت اب سينك. شكرا لك يا شكرا جدا. شكرا.